اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايب قلبي، بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. قبل ما نبدا الفيديو بتاع النهارده مننساش نصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. تحط لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. فيديو النهارده بقى عباره عن هنعمل مع بعض ان شاء الله السمنه مش الزبده. تمام، خليكم فايقين ورايقين معايا كده. فيديوهات كتيرة عملت ترند الزبدة وعملتها، يعني بدل ما احط كوباية سمنة بتحط كوباية زبدة. لا، النهاردة بقى احنا هنعمل سمنة مش زبدة. معايا كوباية لبن زي ما انتوا شايفين كده. هضربها الاول ضربة حلوة كده. اول ما تعمل معايا فوم ووش حلو كده خلاص كده يبقى انا في التمام. تمام يا حبايبي. ايوه كده. كده انا بضرب اللبن بقى الاول لوحده قبل ما احط على اي خليط تاني. اللبن بتاعي ساقع. السمنة بتاعتي درجة حرارة المطبخ، يعني مش ساقعة قوي ولا سايحة، عشان ما ينفعش اشتغل بالمكونات دي وهي سخنة. ضربت انا كده اللبن بتاعي، هنزل عليه بمعلقة الخل وكمان عصرة الليمون ورشة الملح. يعني يبقى كوباية لبن، معلقة خل، رشة ملح، عصرة ليمون. هضربهم مع بعض الاول اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. بعد ما يتضربوا كويس معايا هروح نازله بكوبايه السمنه بتاعتي. كوبايه السمنه مش زبده اهو. كل اللي اعملها بالزبده، انا بقى النهارده بعملها بالسمنه. كده نزلت بكوبايه السمنه بتاعتي، هضربها برضو ضربه حلوه زي ما انتوا هتشوفوا معايا. واول ما اوصل للقوام التقيل او الكريمي زي ما انتوا شايفين كده، بضرب الخليط بتاعي معايا. ولو انتي عملتيها وحسيتي ان هي محتاجة كمان معلقة لبن، مفيش اي مانع، ممكن تضيفي معلقة لبن، معلقتين لبن، عشان القوام يمشي معاكي في الخلاط ما يقفش برضو. تمام. شايفين بقى القوام بتاعي اهو. انا كنت هنا برج في الخلاط علشان ينزل ويتضرب حلو مع بعض. شايفين بقى القوام ده، انا لسه محطتش الزيت. هبدأ ان انا اضيف الزيت بتاعي شوية بشوية، مش هنزل بيه مرة واحدة. ما ينفعش انزل بيه مرة واحدة عشان ما يفصلش مني. هنزل تدريجيا زي ما انتم شايفين اهو، شوية بشوية، حبة حبة. ايوه كده. شايفين بقى الخليط شكله بقى عامل ازاي والقوام وصل معايا لحد فين؟ بقى كريمي جدا معايا زي ما انتم شايفين. يبقى كوباية لبن، كوباية سمنة، كوباية زيت، عصرة ليمونة، معلقة خل، رشة من الملح. هنا رشة الملح انا ضايفاها ليه؟ عشان لو حبيتي تعملي بيها اي حاجة او تحطها في معجنات او في بسكوت تمشي جدا وتنفع عادي، مفيش اي مشكلة. يبقى انت حاطة فيها رشة الملح. والله اقسم بالله يا جماعة ريحتها كانت ما تتخير عن السمنة البلد بالظبط، واللي هيجربها هيعرف وهيشم ريحتها. جميلة جدا وكانت ريحتها قلب البيت جدا. سمنة بلدي كده. شايفين بقى القوام بتاعها بقى شكله عامل ازاي؟ بقت كريمي جدا زي ما قلت لكم، وكانت جميلة والقوام كان حلو معايا. وحطيتها في الفريزر ساعة عشان اوريها لكم. وبعد كده سبتها تاني تكمل بقى وقتها في التلاجة. كده شايفين القوام بتاعي خلاص خلصت معايا. جبت بقى علبة وحطيت فيها، حطيت في العلبة كيس مطبخ كده عشان لما اجي اقلبها ما تلزقش معايا وما دهنتهاش سمنة ولا اي حاجة. تقدري بقى لو عندك قالب تقدري تحطها في القالب عادي جدا خالص. كده خلاص انا حطيتها في الكيس. هخبطها خبطتين كده بس يا اشرقها. خد. هخبطها بقى خبطتين علشان لو فيها فرخات تطلع.
زي ما انتوا شايفين كده، وهغطي وشها بالكيس برضو. خلاص هنا انا غطيت وشها بقى كده، هدخلها الفريزر وهوريها لكم تاني. هنا بقى بعد ما دخلتها الفريزر وطلعتها علشان اوريها لكم معايا، شايفين بقى ما شاء الله جامدة وجميلة. وهنسيحها مع بعض برضو دلوقتي على النار، وهنعمل بيها بيض. هنشوف برضو هنعمل ايه. والله كان ريحتها زي السمنة البلد زي ما قلت لكم. اهي شايفين شكلها بعد ما قلبتها اهو. هنقطعها برضو كهوت مع بعض اهو. ما شاء الله كانت جميلة والله. اتمنى ان الكل يجربها، كله يجربها، مش هتخسر اي حاجة. وعندك سمنة، عندك لبن، تقدري تعمليها عادي خالص، سهلة جدا ومش مكلفة ولا بتاخد اي وقت منك خالص. وهتفرض معاكي وهترمي معاكي كمية كبيرة اهو. شايفين بقى ما شاء الله شغل فاخر من الاخر. امال ايه؟ شايفين بقى اختراعات ام اشرقت. الناس عملوها بالزبدة، انا بقى عملتها بالسمن اهي. شايفين برضو فريتة على ايديا زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى نقطع حتة كده نوريها لكم على النار برضو هتسيح معانا ولا لا. هنا برضو قطعت قطع كده مكعبات وحطيتها في العلبة عشان لما احتاج منها حاجة مثلا اخد القطع كده. ناخد بقى مكعبين كده نسيحهم ونشوفهم برضو مع بعض. واللي وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تحط اللايك عشان يرفع الفيديو عشان غيرك يشوف. كده رفعتها بقى على النار ان هي تسيح معايا وهوريها لكم. وكان فاض برضو شوية معايا من الكمية اللي انا عملتها، حطيتها في بولة ودخلتها التلاجة. والشوية اللي احنا هنسيحهم مع بعض هنضيفهم عليهم برضو، مفيش اي مشكلة خالص. شايفين بقى هي كده ساحت معايا اهوت. تقدر تحطها في المعجنات، في اي حلويات هتعمليها، مفيش اي مانع خالص، مش هتقول لا اهو. شايفين بقى لونها. دي الشوية بقى اللي انا بقولكوا عليهم اللي فاضوا معايا هنزل بيهم عليهم برضو، مفيش اي مانع، هتجمد معايا برضو اهو. خلينا بقى ناخد معلقتين برضك ونحطهم نعمل بيهم بيضة برضك نوريلكم نفعت ولا ما نفعتش بتجربتي. وبصراحة تجربة حلوة، مش ندمانة ان انا عملتها ولا حاجة. اتمنى الكل يعملها ومش هتندموا ان شاء الله. نزلت بالبيضة على اهوت برضك اهو. شايفين بقى ما شاء الله جميلة جميلة جميلة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله.
اتمنى تطلعوا مستفادين من الفيديو ولو بحاجة بسيطة، وتجربوا التجربة ديت وتقولوا رأيكم بقى في الكومنتات. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي.